السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بحبكم جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ اي حاجة نصلي على النبي المختار عليه افضل الصلاة والسلام. وصفتنا النهاردة وصفة حصرية مش على اليوتيوب. هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعضنا عجينة الاندومي. طبعا مش هنعملها زي المكرونة، ولا هنستخدم فيها بيض ولا مكنة ولا اي حاجة. هنشوف بطريقة بسيطة ومكونات سهلة. ده ايه معانا؟ ده كيلو دقيق، عليه رشة ملح اهو، وكوبايتين ميه للعجن. هنشوف هنحتاج قد ايه ميه وبقى اقول لكم. ده نشا، ودي كميه زيت. دلوقتي احنا كل اللي عملناه هنحط الدقيق على الملح على الدقيق، ونحط عجينه. مش هنكتر خالص، عشان بصوا انا عايزاها شبه اني مش معجونه. يعني هوريكم النتيجه اللي انا عايزاها. اهو حبايب قلبي، زي ما احنا شايفين، اهم حاجه ما نزودش ميه كتير. مش عايزينها عجينه بتاعت حاجه احنا. اهو انا عايزاها كده فيها حبيبات دقيق ومفكوكة منينا كده. نفضل نعمل كده. اوعوا تزودوا مية كتير مرة واحدة، عشان العجينة عايزينها يابسة، مش عايزينها عجينة. بصوا انا هكمل العجينة. وهنا يا حبيب قلبي كنت رحت لميت العجينة. بس زي ما قلت لكم، عايزة اللي يعملها يطول باله حبتين على العجينة، عشان هي بتبقى يابسة جدا وكده بالمنظر ده اهي. فعجنتها، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنعمل الوصفه النهارده وهتعجبكم. انا كل اللي هعمله اني هقطع بس العجينه عشان كبيره جدا، عشان ما تتعبنيش قاعدين انا وبفردها. هعملها ايه، حتت كده صغيره. طبعا اللي عنده مكنه يقدر يستعملها. انا مرضيش استخدم المكنه قدامكم عشان ما تتعقدوش وتحسوا انه لو ما عملتهاش بمكنه مش هتطلع نفس النتيجه. وحبيت اعملها زي ما معظم اللي ما عندهمش مكنه هيعملوها. وتابعوا الحلقة معايا الفيديو النهاردة، وان شاء الله هتعجبكم. عشان اخر الفيديو هقول لكم كمان توابل الاندومي، هنعمله بطريقة تعجبكم جدا. بس هقطع كده العجينة حتت صغيرة عشان لما افردها تتفرد اهي. هحطها هنا كده في البولة اهي. بس اهم حاجة ما تطروش العجينة، انا عايزة العجينة ناشفة جدا اهي. بالعافية بتتقطع اهي. هغطيها بس كده بكيس، هغطيها بكيس واسيبها ترتاح، وارجع لكم تاني تكون العجينه ارتاحت. وانا حبايب قلبي كنت العجينه بتاعتي خلاص ارتاحت، وهني بفرد فيها. انا فردت اتنين اهم هنا اهو بالسم كده اهو. هما اهو سمكهم. وبس هفرد دي نفس السمك ان شاء الله، لحد ما نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. اهو حبايبي، انا بس بفردها بسرعه عشان ما اطولش وقت الفيديو عليكم. هنفضل يا حبايبي نعمل كده بنفس الشكل لحد ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه، اللي هو سمك رفيع جدا بقى من كل الاتجاهات لحد ما ايه تتفرد. انا خلاص قربت اوصل للسمك اللي انا عايزاه اهو اهو. باقي لي حبه وكده اهو، خلاص هوصل للسمك اللي انا عايزاه.
حبايبي، اهو السمك شايفين خفيف جدا اهو. اهو اهو السمك. هوريكم هنعمله ازاي دلوقتي. ما تقلقوش، انا هعمل لكم الاندومي بكل تكاته، وهعمله لكم بالتوابل بتاعته وكل حاجه، وان شاء الله مش هتندموا، هتجربوه مش هتندموا على الطعم، وانا هوريكم كل حاجه قدام عينيكم النهارده. اهو هنعمل ايه. نطلع الزيادات دي وهنعمله خطوط رفيعه. اهو ده تخين، ده لسه انا هظبط ايدي بس عبال ما اتعود كده. اهو هنفضل نعمل كده. طبعا اللي عنده مكنه يستخدمها عادي. اهو هكمل ده كده وارجع لكم تاني. نطلع الزيادات دي وهنعمله خطوط رفيعه. اهو ده تخين، ده لسه انا هظبط ايدي بس عبال ما اتعود كده. اهو هنفضل نعمل كده. طبعا اللي عنده مكنه يستخدمها عادي. اهو هكمل ده كده وارجع لكم تاني. حابب قلبي هنا بقطع الاندومي العجينه بتاعتنا بالسكينه، عشان برضو انا مش والله مش راضيه استخدم المكنه في اي حاجه، عشان اوريكم اني مش لازم المكنه. اهو زي ما انتم شايفين طالعه بنفس النتيجه اهو. والرفع ده انت اللي تتحكمي فيه، بس انا الاحسن بالنسبه لي انكم تعملوه اهو. اهو شايفين خفيف جدا ورفيع، انكم تعملوه برفيع عشان ما يبقاش نفس طعم الاندومي بيتعز رفيع، فانتوا تحاولوا تعملوه رفيع قد ما تقدروا. انا اهو عامله الكميه دي اهو. هدول انا مقطعاهم في بعض اهو. شايفين الرافع ما يفرقش حاجه، وهقطع قدامكم كمان بالسكينه كمان حبايه اهو. بالسكينه بتفضلي كده او تطلعي انتي ونازله وتطلعي. اهو حبايبي اهو. اهو السمك، استنى افكه هنا اهو. اهو السمك. هنكمل مع بعضينا برضو. شايفين الرفع بالدرجة دي عايزة. هكمل برضو مع بعضينا اهو. خلص بس معاكم العجينة دي عشان تشوفوا ايه، انا مش بقف على حاجة، يعني مكنة مش ضرورية، فخلاص عادي استخدم الايد اهو. وسريع كمان، تطلعي كده وتنزلي بالمكنة بالسكينة بتاعتي اهو. وبتطلع كمان رفيعة، بس انا ايه عشان حكمت ايدي من الاول فبتتظبط معايا بعدين اهو. شايفين الرفع اهو. استنوا دول ايه يبقوا شابكين كده بس عشان العجينة لينة لسه، بس رفع اهو. اهو الرفع اهو زي ما انتوا شايفين اهي الكمية اهو الرفع بتاعها. وبالسكينة وطالع احلى بكتير كمان من المكنة، لان بيبقى طوله مظبوط وزي وانتي تتحكمي في الطول والرفع براحتك. هخلص الكمية بتاعتنا وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي، وكنا خلاص قطعنا الكمية كلها، بس عشان بالسكينة هتلاقي الاحجام مش متساوية، هتلاقي واحدة رفيعة جدا بالحجم ده اهو، وهتلاقي واحدة اتخن شوية كده.
هتلاقوا احجام يعني، وهو حجمي كمان. بس انا كل اللي عملته اني قطعت الكميه وحطيت لها نشا. دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب الصينيه بتاعت الفرن الميكرويف بتاعي كده، وهحط فيه شويه من الكميه دول عشان ينشف. انا عايزاه ينشف، فانا عشان ما عنديش وقت اسيبه يوم او اتنين ينشف براحته كده في الهواء، هحطه في فرن سخنه في الميكرويف من تحت. بس الكميه مش هحط كتير، وهطلعه الكميه من الفرن كلها، وهوريكم بعد ما اطلع الكميه كلها. وهنا يا حبيب قلبي كنا خلاص حمصنا مش اتحمص بس نشف، ما خليتوش اتحمص اهو لدرجه بيضه. الكميه بتاعتنا في الميكرويف بتاعنا كده بسرعه اخد تحميصه سريعه يا دوب بس نشف. وهنا انا كنت مجهزه اهو حله فيها شويه ميه بيغلوا، وحطيت عليها المصفى بتاعتنا اهو. واحط عندنا شاش او اي قماشه، يعني انا مخلي الشاش ده بعمل بس بنبت فيه الفول النابت او كذا حاجه. هو شاش قطن كده اهو، هحطه كده. احط الكميه ايه جوه اهو. حط كده كميه حلوه. انا هقسم الكميه دي على نصين، يعني عشان ايه احطهم على نصين اهو، وهنغطيها كده. هنجيب حبة مية اهو، جبت كمية مية وهسقي كده عليها من فوق. استني بس مش عايزة اكتر اهو. طب احنا ليه حمرناه لما هنطريه تاني؟ عشان ما يبقاش معجن ويبقى معانا زي الاندومي بالظبط. وانا مشغله بقى الميه من تحته اهو. رشينا حبه ميه كده خفاف بالمعلقه بس. وهجيب الشاش بتاعنا كده وعليه من فوق وهنغطيه وهنخلص الكمية دي والكمية دي ونحطهم، ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه، واقول لكم على توابل الاندومي. ويا رب حلقة النهاردة تعجبكم. حطهم فيها سبتها تشرب الزيت بتاعها وكده، مش كتير يعني، بالمعلقة كده رشيت زيت من فوق عشان ما يعجنش. وهنا جايب الطبق وهناخد حباية كده من بتاعنا اهو. نقص بس شوية عشان مكان الشوربة اهو. والتوابل بتاعتنا ملح وكزبرة وفلفل وكمون وزعتر وكاري وبابريكا نعناع مجفف وقرنفل وحبة قرفة. وطبعا اللي عايز يحط مرق يحط، وملح ليمون. نحط التوابل بتاعتنا كده على الطبق. ويا حبيب قلبي زي ما انتوا شفتوا حطيت توابل وحطيت عليها ميه دافيه، واهو طعمه والريحه جمال زي الاندومي اللي بالخضار بالظبط. التوابل يعني انا شايفه انه طعمه اندومي خضار. وفي نهايه الحلقه يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان ده دعمكم ليا، وعشان القناه تكبر بيكم وليكم. وانتظروا حلقه التونيتوس باذن الله. وباي.